ازيكم يا جماعة. lesson 1 هيكون عن ال HTML وال CSS بشكل سريع، مش هنتعمق فيه، بس بما اننا هنستخدم الووردبريس والبيج بيلدر فلازم نكون عارفين الكود اللي هيطلع هيكون شكله عامل ازاي، وال HTML وال CSS اللي هنتعامل معاهم شكلهم هيبقى عامل ازاي. لازم يبقى عندي overview كده عن الحاجة اللي انا هتعامل معاها. انا مش مطلوب من اي حد ان هو يعمل حاجة بايده في الفيديو ده، اكتر من ان هو يسمع المعلومات ويعرف ان الحاجات دي موجودة وشكلها عامل ازاي، لان ده هيكون مهم جدا في المستقبل. فخلينا نبدأ في اول حاجة، وهي ايه هو ال HTML وايه هو ال CSS. انا عندي هنا فاتح الويب سايت بتاع الووردبريس علشان نشوف الشكل بتاع ال HTML وال CSS عليه عامل ازاي. طيب انا دلوقتي عندي elements، عندي text. دلوقتي عندي التكست ده، عندي التكست ده، وعندي هنا صورة لو شدناها اهي، دي صورة. طيب دي كده اسمها elements، يعني ده text element وده element، الصورة element. فيبقى أي حاجة موجودة على الويب سايت زي التكست زي الصور، الحاجات دي كلها elements، فيبقى ده ال HTML. طيب إن التكست ده واللي تحتيه يكونوا تحت بعض أو جنب بعض، ده ال CSS هو اللي بيعمله. يبقى ال CSS هو اللي بيعمل الستايلينج. زي كده بالظبط لو بتبني عمارة، الطوب ده الاستراكشر، ابتديت بقى تحط الوان دهانات، جبت العفش، الحاجات دي كلها كل ده ستايلينج من جوه. يبقى السي اس اس هو الستايلينج وال HTML هو الستراكشر. هنيجي نشوف ال HTML عامل ازاي. ال HTML عبارة عن تاجز، بتفتح تاج وتقفله وفي النص بتلاقي الكلام اللي انت كاتبه. فلو جينا هنا كده، طبعا الدوكيومنتيشنز بتاعت ال HTML وال CSS هسيبها لكم في لينكات في وصف الفيديو. ودي حاجة مهمة جدا ان انت تعرف تقرا الدوكيومنتيشن او تعرف فين الريفرنس بتاع الحاجة اللي انت بتدور عليها، لان اي حد بيعمل فيديو او بيوريك حاجة معينة او بيشرح لك حاجة هو جايبها من الريفرنس. فانت الاحسن ليك دايما انك ترجع للريفرنس الاساسي اللي فيه الحاجة دوكيومنتد وتدور عليها. انا اشوف الاليمنتس الهيدنجز كل حاجة مكتوبة عن ال HTML هنا. انصحكم ان انتوا تقروا الدوكيومنتيشن ده. وطبعا في MDN حاجة ادفانسد شوية اللي هم عاملين فايرفوكس برضو، يعني مع كريفرنس لل HTML وال CSS. طيب لو جينا في الأول كده نشوف structure ال HTML عامل ازاي. أول صفحة عموما بال HTML، أول حاجة هنا عندي التاج ده. ده تاج بنحطه على طول، وده بيعرف إن دي HTML، الدوكيومنت تايب HTML. كل الكلام ده البيج بيلدر هيحطه لنا. كل اللي انا محتاجه دلوقتي ان احنا نبقى عارفين شكله عامل ازاي بس، لكن احنا مش هنكتب الكلام ده واحنا بنتعلم ووردبريس والبيج بيلدر. عندنا التاج بيتكتب بالانجل براكت ده، نفتح انجل براكت ونكتب HTML ونقفل الانجل براكت. فيبقى عندنا هنا HTML، وهنا الكلوزنج تاج بتاعه. الكلوزنج تاج هتلاقي فيه الباك سلاش دي. طيب عندنا بعد كده الهيد. الهيد مش هو الهيدر بتاع الويب سايت، يعني لو جينا هنا كده ده اسمه الهيدر بتاع الويب سايت. الهيدر ده مش هو الهيد بتاع الويب سايت. الهيد بتاع الويب سايت عبارة عن آه زي تاج جواه بنحط التايتل. يعني هنا هتلاقي البيج تايتل، لو وقفنا كده بتلاقي اسم البيج طالع فوق خالص، فده التايتل بتاع البيج اللي جوجل بيقراه، او البوتس عموما كلها بتقراه واللي انت بتشوفه اهو دلوقتي. بتحط مثلا جوجل اناليتكس، ازاي تعرف في كام واحد زار الويب سايت بتاعك، بيتحط في الهيد. ده كود بيتحط في الهيد. حتى فايل السي اس اس اللي هنكتبه بيتعمل له لينك برضو في الهيد بتاع الصفحة. طيب خلصنا الهيد وكتبنا الحاجات اللي جواه وقفلناه اهو، الهيد اتقفل. بعد كده نيجي للبودي. البودي ده بقى هو اللي موجود جواه كل الحاجات بتاعت الصفحة including الهيدر و including الفوتر اللي تحت خالص. كل الكلام ده موجود جوه البودي بتاع الصفحة. طيب تعالوا نشوف سريعا في البيج بيلدر نفسه ازاي هنعمل ستايلينج لل HTML بال CSS. وطبعا انا مش محتاج اي حد يعمل اي حاجة ولا نفهم اي حاجة غير ان احنا هنشوف بس الشكل ازاي بيحصل. انا دلوقتي عندي كارت موجود فيه صورة المنتج، موجود فيه تكست
وفي هنا ايكون، وفي هنا ده الهيدر يعني، وده تكست اللي هو الوصف بتاع المنتج اللي موجود. طيب ده ازاي انا عملته؟ هنيجي كده، خلينا نعمل ايتم جديدة، هعمل بلوك. انا عامل ان هو متقسم 3، فدي حاجة انا عاملها. حطيت الكارت كده، الكارت اتحط، هحط الاليمنتس اللي جواه، اللي هي عندي صورة، عندي ايكون، عندي هيدنج، وعندي تكست. ده كده خلينا احط الصورة عشان بس نبقى شايفين الحاجة باشكالها يعني. هل الكارت ده شبه الكارت اللي معمول له ستايلينج بالسي اس اس؟ طبعا لا. يعني ان كان بس الفونت هو بس ده معمول حاجة جلوبال يعني، فهي نازلة بنفس الفونت. بس عموما مش ده الشكل خالص اللي انا عامله. فانا هنا عندي حطيت الاليمنتس، يبقى كده دي اسمها elements في ال HTML. ال CSS بقى هنعمل ايه؟ هنعمل ستايلينج. هاجي كده على الكارت نفسه، هقول في الكارت ان انا عايز مساحة، عايز مساحة ما بين الكونتنت والحاجة بتاعتي. يبقى هاجي كده، نعمل مثلا المساحة كانت قد ايه كده مثلا. ادي المساحة بتاعتي، بقوا الكونتنت اللي جوه الكارت بعيد عن البوردرز بتاعت الكارت. طيب عايز اخلي لونه ابيض. ده انا حاسس ان لونه ابيض، بس هو الباك جراوند كلها ابيض، بس في هنا شادو. الشادو ده هو اللي محسسني ان في هنا كارت طالع من الشاشة. فهاجي، ده برضو سي اس اس، البوكس شادو. خلي دول كده 10، ونختار اللون، اللون 20 مثلا. فبقيت حاسس ان فعلا ده كارت. البوردر راديوس بتاعي، هاجي برضو على نفس الكارت واختار البوردر راديوس اللي هو الكورنرز اللي بره الكارت دي. اعمل كده، هي تقريبا لارج. يبقى كده انا بقى عندي الكارتين شبه بعض. الكونتنت اللي جوه عايز اعمل له ستايلينج، فهنكمل في الموضوع ده كله لحد ما نوصل بالستايلينج بتاعنا للشكل اللي احنا محتاجينه. فيبقى ال HTML هو structure بيور، ما فيهوش اي حاجة خالص. ال CSS بقى بيدخل معانا يقعد يعدل فيه لحد ما نوصل للديزاين اللي احنا عايزينه. سريعا برضو الجزئية اللي كنت بكلمكم عليها، ازاي نخلي التكست جنب الايكون او الحاجات تحت بعضها. فانا هنا هاجي عندي مثلا دي تحت دي، فانا محتاج اعمل لهم رابنج. زي مثلا ان انا احطهم في ديف واخلي الاورينتيشن بتاعه هوريزونتال. فهنعمل كده، ادي الايكون اهي، اعمل لها راب في بلوك، واحط معاها الهيدنج. فكده الاتنين بقوا مع بعض في نفس البلوك، بس انا شايفهم لسه زي بعض لان اللي انا عملته ده دلوقتي HTML. فال HTML ما بيغيرش حاجة، الا لو انا غيرت الترتيب نفسه في ال HTML، ساعتها هشوف الترتيب وهو بيحصل. طيب في ال CSS عايزهم جنب بعض، هختار بقى الرابر اللي انا عملته، وهاجي كده اقول ان انا عايزه horizontal، بقوا جنب بعض. طيب هختار الايكون عشان بس نشوف الشكل كما هو. هختار السايز بتاع الايكون كمان. السايز بتاع دي كان كام؟ خلينا ناخده كوبي بيست عشان ايه ما نضيعش وقت. هنا بقيت حاسس ان دي فوق والتكست نفسه تحت. لو عملنا كده هتحس ان في حتة فاضية هنا. طيب الكلام ده يتعمل ازاي؟ هاجي كده اروح قايل ان انا عايزهم في النص، بعد كده عايزهم في الشمال، بعد كده اقول ان انا في الرو في الكولوم انا مش عايز كل الجاب دي، عايزها مثلا 10 بيكسل. فانا وصلت في الاخر ان ال CSS هو الكور بتاعي، وهو اللي انا محتاج اتعلمه بعد كده، علشان اي حاجة محتاج اعملها في البيج بيلدر هتكون عبارة عن CSS. فانا لازم اكون شفت ال CSS ده شغال ازاي، عشان اعرف بعد كده اظبط البرفورمانس بتاعي، اظبط الستايلينج بتاعي والحاجات دي كلها عن طريق ال CSS. طبعا انا مش بوريكم اي حاجة في البيج بيلدر
الكلام ده كله هنتكلم عليه بالتفصيل في الفيديوهات اللي جاية، كل حاجة في الميعاد بتاعها. هتلاقي ان المعلومات جاية بانسيابية، وبنبتدي نبني مع بعض قاعدة المعلومات بتاعتك عشان تبتدي تعرف المعلومات اللي احنا قلناها مع بعض دي. نيجي بقى لحتة مهمة: ازاي السيرش انجن بيشوف الكونتنت بتاعك؟ السيرش انجن بيبص mainly على ال HTML مش ال CSS. فبيجي كده لو احنا مثلا عندنا الويب سايت ده بتاع الووردبريس، وهعمل كليك يمين وانسبكت، هلاقي عندي طلع لي ال HTML كله زي ما احنا شايفين كده. فالبوتس بتاعت جوجل او السيرش انجنز عموما بتشوف ال HTML عامل ازاي. فهيجي هنا مثلا يقول هو عنده هيدر، الهيدر جواه البودي، البودي جواه انا شايف هنا في A tag. ال A tag ده مكتوب عليه skip link. ال skip link ده معمول عشان ايه؟ معمول عشان السكرين ريدرز. طبعا احنا عندنا حاجة اسمها accessibility، ان في سكرين ريدرز بتقرا للناس اللي نظرها ضعيف مثلا او مش بتشوف، فبيبتدي يقرا له الويب سايت. فلازم نراعي ده واحنا بنعمل الويب سايت، عشان في حتى اماكن لو انت هتشتغل مع عملاء في امريكا او في اوروبا هتضطر ان انت تعمل حاجات زي كده عشان يبقى كواليتي شغلك مظبوط والويب سايت يتعمل له ابروف ويشتغل عادي. هنا هنلاقي عندنا هيدر، المين كونتنت اللي موجود في الصفحة، الاي تاج ده عبارة عن لينك، وهكذا. فاحنا بنتكلم عن ازاي السيرش انجن بيشوف الكونتنت بتاعك. في حاجة في السي اس اس بتخليك تخفي الاليمنتس بتاعتك، ان انت تعمل لها حاجة، تعمل لها هيدن مثلا، تعمل لها هايد، او ان انت تخلي التكست ترانسبيرنت فما يبانش حاجات زي كده. الحاجات دي استخدامها غلط مضر. يعني انت لو كاتب تكست مثلا، جينا مثلا هنا خلينا ندخل على البيلدر، ورحت جاي التكست ده ورحت جاي على اللون بتاعه ورحت عامله ترانسبيرنت خالص، يعني اليوزر مش شايفه بس هو موجود في ال HTML، جوجل شايفه على فكرة. فانت لو كاتب هنا مثلا عامل تشيك بوكس معمول عليه تشيك، وكاتب جنبه آه ان البضاعة المباعة مثلا لا تسترد، حاجة انت بتضحك بيها على العميل مثلا او اليوزر بتاع الويب سايت، فجوجل هيقرا التكست ويعرف بعد كده ان هو ترانسبيرنت، ان هو مش متشاف. و يعني ما ينفعش انت كده راجل ضلالي، وجوجل هيشيلك من الرانك وهيعمل حاجات مش كويسة خالص مع الويب سايت. فالمفروض ان الحاجات دي لازم نراعيها. حاجة زي الهيدن او الترانسبيرنسي بتاع الالوان والحاجات دي كلها بتستخدم في اماكنها زي ايه؟ ان انت مثلا خليني اوريها لكم بس الاول، نرجع دي. جيت مثلا رحت عامل الديسبلاي عملتها none هنا كده، يعني التكست ده ما بقاش موجود اصلا، هو مش ترانسبيرنت، هو مش موجود. في حاجة زي دي انا ممكن استخدمها في ايه؟ ممكن استخدمها في حاجة زي البوب ابس اللي بتطلع على الويب سايت. زي مثلا لو في عندي زرار بدوس عليه يفتح لي سيكشن، فهو اوريدي بيتفتح وبيتشاف، فالحاجات دي عادي طبيعية. لكن ان انا اخفي تكست او مخليش اليوزر يشوفه وهو موجود في ال HTML، فده حاجة غلط، ما ينفعش. لو مش هتستخدمه شيله من ال HTML بتاعك. تعالوا بقى نتكلم شوية اكتر عن ال CSS، علشان في حاجة مهمة عايزين نعرفها. ال CSS في كذا نوع من الستايلينج جواه. في حاجة اسمها ID، احنا شايفين هنا ID، وفي هنا كلاس. الاي دي بيبقى اسم يونيك، هو اسم موجود مرة واحدة بس لايتم او اليمنت واحدة بس، ما ينفعش يتكرر. الكلاس هي ممكن تبقى كلاس بتديها لكذا حاجة مع بعض، كذا element مع بعض، بحيث ان انت لما تغيرها تغير كل الاليمنتس دي مرة واحدة، ما تقعدش تريبيت الكلام اللي انت بتعمله ده تاني. فا ايه الفرق بين الاي دي والكلاس؟ الاي دي بيتارجت element واحد، الكلاس ممكن تحطه مع كذا element، فبالتالي ده بيأثر على البرفورمانس. ان انت لو جيت تستخدم اي دي في كل element، انت كده ما بتوفرش خالص، انت بتحط سي اس اس لكل element موجودة في الويب سايت، فبالتالي كل ده بيتعمل له لودنج من الاول. غير ان انت مثلا ممكن يبقى عندك 20 برودكت مثلا في نفس الصفحة كلهم بنفس الستايل، فطب وفر استخدم كلاس ما تستخدمش الاي دي.
فلازم نبقى عارفين ايه استخدامات الكلاسز واستخدامات الاي دي، وملوش تأثير خالص على الستايلنج. يعني انا مثلا هنا انا مستخدم الكلاس اهو سكوير كلاس، انا ممكن استخدم الاي دي اللي هو سكوير. طبعا الكلاس حاجة مهمة بيبدأ بالدوت، لو انت بتكتب كاستم سي اس اس بيبدأ بالدوت، والاي دي بيبدأ بالهاشتاج ده. فهلاقي ان هو اداله نفس الستايلنج بالظبط. في حاجه كمان اسمها الانلاين ستايلنج والاكسترنال ستايلنج. الانلاين ستايلنج هو ان انا اكتب الستايل بتاعي هنا في التاج بتاع ال HTML، والاكسترنال اللي هو يبقى زي ده. طيب عشان نفهم بس الحتة دي، احنا عندنا فايل ال HTML بيبقى فايل منفصل، وفايل ال CSS بيبقى فايل منفصل. فعندنا مثلا الصفحة هتتعمل بتعمل هنسميها page مثلا، هيبقى page.html، وال CSS هيبقى page او اسمه style.css. تمام. وبعد ما بنخلص ده ونخلص ده بنلينك الفايل بتاع ال CSS في ال HTML فيشتغل ويابلاي الستايلز دي عليه. لكن الانلاين ستايلز بتتكتب جوه ال HTML، يعني مفيش فايل منفصل. فبالتالي وانت الصفحة وهي بتعمل لودنج، هي بتعمل لودنج بال HTML وال CSS، فطبعا ممكن نقول ان الصفحة هتبقى ضعف الصفحة اللي من غير ال CSS، ضعف حجمها او 3 اضعاف حجمها، او على حسب بقى انت حاطط CSS قد ايه. فبالتالي بيأثر على البرفورمانس. فيبقى دايما الأحسن إنك ما تستخدمش الانلاين CSS، واستخدم الاكسترنال CSS. وكده كده في البيج بيلدر هو مش هيخليك تكتب inline CSS، هو هيبقى external. لأن هنا عندنا لو أنا مثلا عايز أعمل ستايل للكارت ده، باجي كده وأقول له CSS، وبيخليني أكتب زي ما احنا شفنا اللي هو الاكسترنال CSS. فاللي هكتبه هنا هيكون external مش موجود جوه ال HTML. آخر حاجة هنتكلم عليها هي ال specificity في ال CSS. يعني ايه specificity؟ هي جاية من كلمة specific يعني محدد. طيب خليني اوريكم حاجة سريعا كده. ده خلينا نظهره كده عشان يبقى باين قدامنا. هنا احنا عندنا، خلينا نقول يعني البوينتس دي انا اللي عاملها من دماغي، هي مش حاجة حقيقية يعني. بس كل حاجة من دول ليها عدد بوينتس. فانت مثلا لو معاك بوينت مش هتكسب واحد مع 10 بوينتس وهكذا. فكل ما البوينتس تزيد يبقى الحاجة دي هي اللي هتابلاي. عشان نفهم بس بنتكلم على ايه اكتر. آه عندنا 2 كلاسز بيابلايوا الوان. في كلاس بيقول انا عايز المربع ده لونه احمر، وكلاس تاني بيقول انا عايز المربع ده لونه اسود. فانهي واحد اللي هيتعمل له ابلاي؟ هو ده السبيسيفيسيتي، انهي واحد اقوى عشان يتعمل له ابلاي. تعالوا نشوفهم كده واحده واحده. الاليمنت، اول حاجه الاليمنت، وهي ان انا اجي كده احط اسم الاليمنت ده اسمه div. تمام. فانا هاجي كده اكتب div، واقول background color هنخليه red. تمام. فكده اللون او الباك جراوند بتاعه بقى لونه red. ده 1 point. طب خلينا نحط حاجة ب 10 points ونشوف مين هيكسب. الكلاسز والاتريبيوتس. الكلاسز ان انا استخدم الكلاس اللي موجودة جوه الديف. يعني انا لو جيت كده خدت اسم الكلاس ده كوبي، وهاجي هنا كده وهروح كاتبه، طبعا لازم الدوت في الاول، وهقول الباك جراوند color هيبقى لونه بلاك. بقى لونه بلاك مع ان انا هنا قايل ان لونه ريد. بس ده الكلاسز والاتريبيوتس ب 10 بوينتس ب10 نقط، فهيكسب اللي معاه نقطة واحدة. طب لو انا جيت استخدم الاي دي نيم بتاعه اسمه سكوير، فلو انا جيت رحت كاتب سكوير، خدها برضو كوبي كده اهو سكوير، وقلت برضو background color هنخليه جرين مثلا، هي ابلاي. يبقى كده ان انا استخدم الاي دي هنا هيكسب اي حاجه، هاوفر رايد اي حاجه موجوده في الكلاسز او معمول لها منشن بالتاج نيم.
طيب ايه الانلاين ستايل بقى؟ الانلاين ستايل ده ان هو ان انا اكتب الستايل هنا، ان انا اجي جوه الديف كده، اروح كاتب هنا ستايل، واقول background color. في الوان ايه تاني؟ يلو مثلا. احنا نسينا بس الايكوال هنا اهو. فبقى كده ان انا كتبت ستايل جوه هنا، انا بضايق الناس اللي هتستخدم الويب سايت بعديه او الديفلوبرز اللي هيستخدموه بعديه، لان هم مش هيعرفوا يعملوا اوفر رايد لده، ان هو لما يجي يغير في الكلاس يحط للديف ده كلاس ويجي يستخدمها مش هتشتغل معاه. طب يجي يستخدم الاي دي اقوى، مش هيشتغل معاه الاي دي ده. انت كده بتعقده في حياته، انت حاطط له حاجه انلاين معناها ان انت مش عايزه اوفر رايد اي حاجه. اخر حاجه ممكن نستخدمها الحته دي بس، نسيت اعمل لها بريك كده عشان نشوفها صح. بعد الانلاين ستايل في حاجة اقوى من الانلاين ستايل وهي اسمها important. important دي خلاص انت بتوفر رايت بقى كل حاجة، يعني انا عايزة import، اخلي الحاجة دي important، خدها من الجزئية دي بس. فلو انا جيت، انا عندي اضعف حاجة، خلينا نستخدم اضعف حاجة وهي ال التاج نيم او الاليمنت اللي هي دي بوان بوينت. وهاجي هنا كده اروح عامل exclamation mark اللي هي علامة التعجب دي، واقول important. هلاقي ان هو عمل override لأي حاجة تانية، مع ان هو اضعف حاجة في البوينتس، بس كلمة important خلته override اي حاجة موجودة. طيب في حاجة تانية، آه نسيت اكتبها هنا، بس هي حاجة مهمة، ودي بتديك يعني مثلا ايه، انا عندي حاجتين مساويين لبعض، انهي واحدة فيهم اللي هتكسب؟ فخلينا برضو نشوف الجزئية دي، خلينا نمسح كل ده كده، او خلينا نخلي الكلاس، همسح ده وده، وهنخلي الكلاس، وهنمسح الانلاين ده برضو، ستايل، ودي كمان. يبقى كده احنا عندنا الباك جراوند كولر بلاك. طيب انا لو جيت خدت دي زي ما هي كوبي بيست كده، ورحت قايل هنا ان دي ريد، انهي اللي هيشتغل؟ التاني. يعني مثلا اعتبر نفسك اديته قرار وبعدين رجعت في قرارك وقلت له لا انا هستخدم كذا، فهو هيفضل يقرا لغاية ما ياخد اخر واحدة. طيب احنا عندنا حاجة تانية، الديف ده لو احنا حطيناه في element تاني، خلينا مثلا نحطه في section مثلا اهو، هاجي كده اقفل السكشن بتاعي. تمام. هاجي هنا، مع ان دي الاول اهي السكوير كلاس، بس انا هقول له السكوير كلاس دي موجوده فين بالظبط، يعني هديله حاجه مور سبيسيفيك. يعني هقول له سيكشن، خليها هي ايوه سيكشن، وبعد كده اديله الكلاس اهو، عمل ابلاي لده. طب خلينا نحط واحده تالتة كده، هي ما فيهاش اي تعديل، ونخليها دي مثلا جرين. تمام. احنا دلوقتي عندنا سيكشن بنقطه، وعندنا كلاس اهو ب10 نقط، يبقى احنا كده عندنا 11 نقطة. في المقابل ده 10 نقط وده 10 نقط، فيبقى كده ده كسب، ده اللي هي ابلاي. طيب الحاجة التانية ان انا عايز ده يكسب. طب ازاي؟ هاجي كده اروح ايه، كاتب له سيكشن، فهو كده كده تحتيه، فالاتنين معاهم 11 نقطة، فهو هيشوف مين اخر واحد، فخد الريد. فهاجي دلوقتي اخلي الاولاني more specific، فهكتب هنا div، بس هو ما اتعملوش ابلاي لان انا كده قايل له شوف السكشن، شوف الديف اللي جواه، وبعد كده شوف جواه الكلاس دي، بس الكلاس دي مش جواه، الكلاس دي عليه، فلازم دي تبقى مفيش مسافة كده. فيبقى انا كده خليتها more specific، فطبعا كسب. فدي كده كانت يعني حاجة سريعة عن السبيسيفيسيتي، ودي هنستخدمها كتير جدا، لان انت
طول ما انت بتعمل في ويب سايت، او مثلا لو استخدمت بلجن بتعمل حاجة معينة وانت حطيتها في الصفحة بتاعتك، ومحتاج اوفررايد الوان معينة، ديزاين معين، تظبط حاجات في الستايل، فهتلاقي حاجات تنغص عليك حياتك. فلازم تعرف تحلها، لازم تعرف ان انت تحط السبيسيفيسيتي الصح بتاعك عشان تأوفر رايد الكلام اللي انت شايفه ده. اتمنى يكون ليسون 1 كان مفيد. هو كانت حاجة مهمة جدا ملهاش علاقة قوي بالبيج بيلدر او الورد بريس. كده كده ان استخدامنا للورد بريس والبيج بيلدر بيسرع عملية الديفلوبمنت بتاعت الويب سايت. بس مهم جدا انك تعرف تحل المشاكل اللي هتقابلك. فدي كانت كده يعني اوفر فيو سريعة عن الحاجات اللي هنقابلها، وال HTML عامل ازاي، وال CSS عامل ازاي، وازاي نستخدمهم وكده. هيجي الليسونز اللي جاية هنعرف بالظبط في التفاصيل ازاي نستخدم البيج بيلدر عشان نعمل الحاجات، حاجة زي الكارت اللي عملناه دلوقتي. كل الحاجات دي هتيجي وكل الحاجات دي هنعملها. انا بس في الفيديو ده ما كنتش محتاج غير ان احنا ناخد نظرة كده عن الحاجة اللي هنشتغل بيها. اتمنى الفيديو يكون فاتكو، واشوفكم في الليسون الجاي.